هاي 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 على حلوين، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ طلعت لكم تاني من جديد. جاي بقى نتكلم عن مين النهارده؟ عن قناة طبخ، بس هي ملهاش علاقة يعني الصراحة. انا هتكلم عن الناس اللي بتحب حد لدرجة انها ممكن تأذي حد، ان هو ايه تجرأ وخد وصفة. ايه الحكاية؟ ندخل في الحكاية. الحكاية اني انا قريت بوست ان واحدة مسكينة قناة طبخ، فتجرأت وخدت وصفة طاقية السلطان اللي عاملاها مين؟ قناة كبيرة. هو الصراحة أنا شفتها من كذا قناة ومن قنوات كتير، وحد عملها بالشوكولاتة، حد عملها بحشوات مختلفة. يعني الوصفة طلعت إنها مش حكر على حد. زي مثلا وصفة المحشي، مين أول واحد ابتكره؟ كلنا بنعمله. هي دي وصفة المحشي حكر على إنسان؟ كل المصريين بيعملوا وصفة المحشي. زي طاقية السلطان، كذا قناة لقيتها عاملينها. يعني هي مش حكر على الشخص المحبوب الحلو الكيوت، أنا نفسي بحبها يعني. فيا عيني اتغسلت واتكوت واتشتمت. وازاي تتجرأ تاخد وصفة طاقية السلطان من المحبوبة اللي كلنا بنحبها؟ أنا عن نفسي بحبها، مش هنكر وأقول لأ يعني. بس الوصفات مش حكر على إنسان، هي وصفة بريوش عادية جدا. بس وأنا هنزلكم مين اللي عاملها. أول حد عاملها، هي عاملاها من أسبوع يعني من أسبوع، يعني مش من كتير. ومين أول واحد عملها؟ يبقى الفضل يرجع ليه بقى. طاقية السلطان أنا مش فاهمة إيه يعني. هي شكل، هل قلنا هي شكل، هل حد جربها طعم ايه؟ هي اكيد طعم بريوش عادي، لان اللي ليه في الطبخ بيبقى فاهم ان هي ايه. بريوش عادي جدا يعني. وصفة مقادير بريوش وطريقة البريوش. بس الاختلاف في الشكل النهائي. حتى ده كمان مش مبتكر. القناة اللي هي عاملاها، انا هنزل اسمها، يبقى الفضل يرجع لها المفروض، طالما هي المواضيع بقت كده يعني. بس يا ولاد، فحبكم ما يخليكمش تتخيلوا ان الشخص ده يعني منزل او حد يعني ما بيغلطش، وان هي قاموس علم ومعرفة. لا، هي انسان ممكن تكون واخدة الوصفة من الشخص القناة الصغيرة دي، بس هي عشان ليها متابعين ومحبين فايه اي وصفة هي بتنزلها بتضرب بتعلى. انما التاني الغلبان، انا مثلا حاولت فتحت قناة طبخ لاني ليا بسيط في الطبخ، قلت اعمل، فعملت ايه؟ سبانخ بالطش. انا قناة صغيرة، فانا لاني انا ما حطيتهاش هنا وصفتي، او ما نوهتش عن القناة دي، لان خلاص هي تعتبر ميتة يعني. فناس كتير خدت السبانخ بالطش. حد سمع ان في سبانخ بالطشه، قالوا دي وصفه جدتي، مع اني انا اللي عاملاها اللي بالطشه دي. يلا بقى، سلام، اشوفكم على خير، باي باي حبايبي. للامانه انا عملت بحث، هي اكتر من قناه، في قناه لبنانيه كمان عاملاها، يمكن كمان بنفس اسم العنوان. فانا هنزل كل القنوات اللي هي عملتها من شهرين. فيعني الوصفة من شهرين، هي طلعت ترند تاني من أسبوع، وناس كتير طبقتها بعديها يعني. فطبعا هي ايه الأحدث، فهي من شهرين اتنست، مع ان عليها مشاهدات كتير. 2 مليون كذا قناة عليها مشاهدات كتير. هي شكلها مغري الصراحة، اللي مش ملوش في الطبخ بيحب يجرب يعني. يلا بقى، اشوفكم على خير، سلام، باي باي. للأمانة، بس أنا بذكر للأمانة، وكله في الآخر صور. يلا باي باي باي. ويا ريت حبكم، يعني قبل ما نقول باي باي، يا ريت حبكم للناس ما تأذوش ناس تاني عشان هو أقل من اللي انتوا بتحبوه عدد، أو إن هو مش ما عندوش قبول، فيبقى هو مش مبتكر، أو هو ما عندوش ابتكار. لا، يمكن هو وصفاته حلوة وجميلة، بس هو ما عندوش الحظ، ما عندوش حب الناس. بس بقى يا حلوين، يلا اشوفكم على خير، باي باي، سلام.